Вот наш гость. Супруга моего сына. ونرحب بكل الضيوف، وأنا سأكون سعيد جدا أن أستضيفكم في بيتي في سوريا كما أنتم تستضيفونني هنا. از hans mocht mashbalar ثانية سبتوش طبعا شو شدك فوس مانيس ولا سنة شو سفوس منيس شو هاش اللي تيجي تقدير شو هاش طبعا رئيس البلدية أو أتمنى أن ينظم مجموعة. أنا أكون في سوريا إن شاء الله بعد يعني عندما أنتهي من عملي أصل إلى موسكو سأعود إلى سوريا إن شاء الله. تقصوك ديق عدو يصدق وعاش تعمل شيء استوى عشان تيجي عاطل أو بس كعاطل في وقت تقطع تصور شو في عشان عدوي إيش ترجع عايش. طبعا أنا جئت غادرت سوريا من 7 أشهر على الطريق. مريت في سوريا، الأردن، العراق، إيران، أذربيجان، داغستان، الجنوب. نعم. ليش ما ذهبت إلى تركيا؟ هو أقرب. لا طبعا نحن في حالة حرب مع تركيا. نعم. صح. نعم. كنت أريد أن أصبح رئيس الجمهورية. أي الجمهورية؟ السورية. نعم. تمام. جو. دعيك وش خاني مزاني صدق وش حميش تايسي يوم سيري من بتشعه. و حصلت كثير من الأمور وعرفت أنني من مستحيل أن أصبح رئيس للجمهورية. الدنيا جواش دوك حماش ليسن سنيجي خيل سنسي بتشع خوك واش حاطي حكاية. فأردت أن أكون سفير لسوريا. خوك بتشع زي خوك واش كله تسيري بصل خلاك حتى زوجته. الفرس إلى السيد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. سيجر أربعة أنا زجوري ولا جواس صوتها يلا. لأن عند الإنسان العربي أهم هدية في التاريخ ممكن أن يقدمها هي الحصان. أنا شيء عربي شو قال إيج دزل صوت جوري. ونحن اخترنا فرس أصيلة عربية أصيلة لنقدمها لسيادة الرئيس بوتين، لأنه هو وكل الشعب الروسي من كل الجمهوريات الروسية وقفوا معنا في هذه الحرب. وخرج على تنيل يعني خرج على يقول أن أراب تسكوني هني شيء بس شيء بوتين رسي دولة قماجة ونقولوا إحتاج أو حلات عن وخلوش.